معك في بلاصة هي في هذه القناة كنكبروا مع بعض بكلمة وبلحظة وبنية صديقة. الفيديو غنجاوبوا على سؤال اكيد غتكون سولتيه لراسك واخا غير مرة واحدة: علاش كتعاود كتجذب نفس النوع من العلاقات؟ واش صدفة ولا طاقتك كتخونك وانت ساكت؟ اعطيني عقلك واسمعني مزيان. كتجيك حياة جديدة بشخص جديد وكتقول هاني تعلمت هاد المرة غادي يكون كل شيء مزيان، وكتقنع راسك بداك الامل الكاذب، ولكن غير كتمشي شويه في العلاقه كتكتشف ان نفس السيناريو كيتعاود بنفس المشاعر بنفس الغصه، غير الوجه اللي مختلف والصوت مختلف، ولكن الجرح هو نفسه. هنا خاصك توقف وتقول علاش كل مره كنعيش نفس العلاقه. الجواب بسيط ولكن كيحتاج منك الجرأة، لأنك مازال ما واجهتيش القصة الحقيقية اللي كتعيشها بالداخل ديالك. كتعيش علاقة ماشي لأنك تستاهلها، ولكن لأن الطاقة ديالك كتجذبها. إذا كنتي حاس براسك ناقص غادي تجذب شي حد كيأكد لك هذا النقص. إذا كنتي كتخاف من شي واحد غادي يسمح فيك غادي تجذب شي حد اللي غيخليك في نص الطريق. إذا كنتي مازال كدير الحب كامتحان للذات غادي تلاقى مع ناس اللي كيديروا مادة ديال الاختبار في حياتهم، ماشي حيت هما الغلط وماشي حيت انت اللي غلط، ولكن هاد الطاقة كاينة في الداخل ديالك، هي اللي كتلعب دور المخرج وانت غير كتبدل بحال شي فيلم، غير كل مرة كتعطيه عنوان جديد، ولكن النص ما تبدلش والسيناريو هو نفسه. حتى كيجي النهار اللي كتقول فيه بركة من التمثيل، بركة من نعيط لنفس القصة نقول غير صدفة. فين كاين الخطأ بالضبط صديقي؟ باش كتدخل العلاقة وانت مازال ما تصالحتيش مع الماضي وما فكيتيش العقدة ديال الطفل اللي في الداخل ديالك، ما عرفتيش علاش كتخاف تكون بوحدك، وما امنتيش بانك كتستاهل علاقة كتغديك ماشي كتستنزفك. غادي تسولني واش هادشي قابل للتغيير؟ ايه، هادشي قابل للتغيير وقابل انه تبدل الحياة كاملة في مرة واحدة، ولكن فاش كتقرر تقلب الداخل ديالك ماشي في العلاقات. خاصك تبغي راسك حتى تشبع انت من الحب وتولي مكتفي براسك. خاصك تآمن بان العلاقة ماشي سد فراغ، هي مرآة الوفرة الداخلية ديالك. الا غتسولني شنو غندير دابا، غنقول لك اول حاجه خذ وقتك وجاوب على هاد الاسئله بلا ما تكذب على راسك. اول حاجه، شكون اول واحد بغاني؟ واش كان هاد الحب امن ولا كان بشروط؟ شنو اللي كيبان مشترك بين العلاقات اللي دزت فيها؟ شنو الجرح اللي كيتكرر عندي؟ واش الهجر، الإهانة، الصمت ولا التحقير؟ واش أنا كنبغي باش نتهنى ولا باش نثبت بإني كنستاهل نتهنى؟ غتقول كل صباح فاش تفيق وقبل ما تنعس أنا اليوم كنختار نعيش علاقة كتغديني ماشي كتستهلكني. أنا ماشي تكرار الجروح ديالي، أنا بداية جديدة لطاقة جديدة. أنا كنستاهل شخص يعاملني بالحب بلا اختبار بلا حرب. وفاش كنقول هاد التوكيدات هادو كنقولهم بإحساس وأنا متيقن وفعلا أنا كنستاهل، وكنقولها بإحساس أنا كنستاهل شخص يعاملني بالحب بلا اختبار وبلا حرب. وصلنا صديقي لآخر الفيديو، تهلا لي في راسك إلى فيديو جديد إن شاء الله.